السلام عليكم. أهلا بكم بقناة مصطفى العراقي لتربية الطيور الزينة. بعض الأصدقاء أسألوني أسئلة وإن شاء الله راح نجاوب. نجي للسؤال الأول: حجم القفص الذي يربى في طائر الحب، وهل يجوز تربية طائر الحب في قفص حديد؟ حاليا القفص الذي أنا أربي فيه طيور الحب العرض تقريبا 100 سنتيم، والغمق 50 أو 60، والارتفاع 120. قفص مناسب إلى 4 أزواج أو إلى 5 أزواج. هل يجوز تربية طائر الحب في قفص حديد؟ نعم يجوز، بس بشرط أن يكون القفص مناسب، يعني نفس قفص البلبول أو الكناري، ويجب أن توضع البياضة خارج القفص، وتهتم بالنظافة. أهم شي نظافة القفص تهتم بيها. يسع إلى زوج فقط. سؤال آخر: أنواع طيور الحب أو البادجي وأسعارها. أنواع طائر الحب أو البادجي أكو هولندي واسترالي وهندي. الهندي يكون عيونه حمر، ولون الفحل أو الذكر يكون أصفر، والأنثى أفتح من الذكر تكون. أسعارهن: الهندي والاسترالي حوالي من 10 إلى 15 ألف دينار، والهندي من 20 إلى 25. أما الأمريكي وهو الحجم الضخم من 75 تقريبا إلى 100 وفوق، كما تقريبا هيك أسعار مناسبة. وطائر الحب موطنه الأصلي هو استراليا، والنوع الأكثر تكاثرا هو الهولندي والاسترالي. سؤال آخر: كيف تربى طيور الحب أو الطائر البادجي؟ ومعرفة الذكر والأنثى. كيف تربى طيور الحب أو البادجي ومعرفة الذكر والأنثى؟ تذهب إلى صاحب المحل لشراء طيور الحب أو البادجي. عدد الأزواج بعد تبقى هي يمك حسب القفص اللي عندك أو مكان اللي عندك. تختار زوج أو زوجين أو 3. نفرض اخترت 3 أزواج أو زوجين. تضعهم في القفص وتضع البياضات لهم وملاعيب، لأن طائر الحب يحب يلعب مرجوحة. يعني هاي اللي قدامكم دروجة، شجرة. يعني ترتيب القفص يكون أحلى وأجمل إلى الطيور. اختار الطائر الجيد. كيف تختار الطائر الجيد؟ هو أن يكون نشطا حركيا، يأكل يشرب. ابتعد عن الطائر الخامل والنايم، ابتعد عنه. اختار طيور جيدة بصحة جيدة وبصحة ممتازة. ابتعد نهائيا عن طائر الخامل. كيف معرفة الطيور الحب الذكر والأنثى؟ الذكر يكون خشمه أزرق، والأنثى أبيض، وفي الجهوزية يكون لونه أحمر. أما البني فهي غير بالغة، بعده في منتصف العمر، غير بالغة. سؤال آخر: هل يربى طائر البادجي في الشتاء؟ نعم يربى، لأن هو موسم تكاثر مالهم في الشتاء. يجب أن تكون مكان مناسب تضعهن، يعني ابتعاد عن الأطفال وحركة الأطفال. يجب أن يكون تضعهن تقع بظروف معينة حسب المكان، ويجب تعريضهن إلى الشمس، لأن الشمس هي الصحة وكل شيء للطائر ومصدر الدفء، تدفئة الطائر. يعني مكان مناسب للطائر.
وأيضا ابتعاد عن الأطفال. ويضع القفص في مكان واحد، لا يوميا مكان، وهاي ما يصير. تضع الطيور والقفص في مكان واحد حتى يتعلمن عن المكان ويتلائمن معه. سؤال آخر: كم عدد الأزواج الذي تربى في الأقفاص؟ حسب القفص اللي عندك. اكو اشخاص ترغب في تربية مجموعة مثل 4 أزواج، او هكذا قفص امامكم كما هو امامكم، او ناس ترغب في تربية الزوج فقط. الزوج يضع في قفص صغير، وكما قلنا في البداية يجب ان توضع البياضة خارج القفص، وتنظيف القفص دائما حتى لا يمرض الطيور. بس ملاحظة: الافضل تربية طيور الحب كمجموعة، لأن طائر الحب اجتماعي ومرح وكثير اللعب. يعني 3 أزواج 4 أزواج يكفي لحتى يكون سريع التكاثر. بس هذا القفص مناسب إلى 4 أزواج أو 5 أزواج، ولله الحمد تم الإنتاج والتكاثر والبيع ولله الحمد. كل ما كبر القفص وزادت الطيور فراح تتكاثر أكثر وأكثر، لأن طائر الحب اجتماعي. وأكو أشخاص يربي زوج أو زوجين في أقفاص صغيرة وعادي هم تتكاثر وهاي، بس هو الأفضل أقفاص كبيرة تربى الطائر حتى تسهل الحركة والطيران في القفص. سؤال آخر: ما هو الغذاء لطيور البادجي أو طائر الحب؟ الغذاء وهو الدخن، ها هو الدخن كما ترون أمامكم، والتفاح أيضا، والبيض مسلوق، والخبز المنقع بالماء أو الصمون المنقع بالماء، والخضروات ومنها الكرفس والخس والفجل أيضا. بس هنا انتباه: لا يعطى الخضروات ومنها الفجل والكرفس والخس في مرحلة تفقيس طيور الحب، في مرحلة تفقيس أفراخ طيور الحب، لأنها تسبب لها الإسهال ومن ثم الوفاة لا سامح الله. تعطي أكثر شي تعطي أحيانا في الصيف، لأن حرارة يحتاجن إلى سوائل. وتعطي أيضا في موسم تكاثر الطيور. الأفضل هو إعطاء الخضروات كل أسبوع مرة واحدة بالأسبوع تكفي لطيور الحب في هذا الموسم وفي هذا الجو. حاليا برد شوية الجو، جانا الشتاء، مرة واحدة بالأسبوع تكفي. وتقديم لهن أيضا تفاح مناسب لطيور الحب. والأفضل وضع لهن جدول، مثل اليوم خميس تضع مثل لهن فقط دخن، الجمعة تضع مثل الدخن وبيض مسلوق، السبت دخن وتفاح مثلا، الأحد دخن وخبز منقع بالماء، الاثنين دخن وخضروات، وهكذا تمشي بالجدول. يعني تنوعنهم بالطعام، الخضروات. الدخن هو أساس لطائر الحب، يجب وضعه يوميا. الدخن هو أساس لطائر الحب، يجب وضعه يوميا. ووضع الماء لهن أيضا بين يوم ويوم، يجب أن يتبدل الماء أو يوميا. ويجب كل أسبوع وضع مع الماء خل التفاح أو الثوم، يطرد الحشرات الضارة، ويعالج بعض الأمراض في الطائر. خل التفاح مع الماء جيد لطائر الحب، تقديمه كل أسبوع. ويجب أيضا وضع هذه الحجرة والتسمى بالعراق فرمستونة. إذا لم تحصلها تذهب إلى
محلات الطيور البادجي اكو حجرة مناسبة لهن، او اذا ما حصلتها توجد اقراص عند البيطري، توجد اقراص، او عند المحلات محلات الطيور اقراص كالسيوم تضع في الماء، اقراص كالسيوم تضع في الماء. او هذه الحجرة، فائدة هذه الحجرة هي تكوين قشرة البيض، هي تكوين قشرة البيض لطائر الحب أو البادجي، يوجد فيها كالسيوم مناسب لإعطاء طائر الحب. طبعا اليوم القفص هدوء يعني بس للذكورة في الخارج، الأنثى داخل البياضات حاضنات الأفراخ. ولا تنسى أيضا البياضات لتفريغ طائر الحب فيهن، ووضع بعض الملاعيب لطائر الحب في القفص، ومنها الدرج، المرجوحة، وهاي الشجرة. هاي شجرة يابسة بس حلوة كشكل، تعطي القفص ويقف عليها طائر الحب أيضا كأنه في الطبيعة. هذا زوج طائر الحب، عندها فرخين وبيضة واحدة أعتقد. انظروا كيف يعطي الذكر إلى الأنثى الغذاء، حتى الأنثى تقوم بغذاء الأفراخ. وطائر الحب ألوانه جميلة، ومنها البنفسجي، الأصفر، الأخضر، الحليبي، ومعناها الأبيض. كنت مع مصطفى العراقي لتربية طيور الزينة. تحياتي لكم.